الجميع يتحدث عن هذه المباراة، لكن السؤال الأكبر هو: هل وجد فلاديمير بيتكوفيتش أخيرا التشكيلة التي ستقود المنتخب الجزائري إلى إقصاء سويسرا وخطف بطاقة التأهل إلى دور ال33؟ ما ستشاهدونه اليوم قد يكون المفاجأة الأكبر في كأس العالم، لأن هذه التشكيلة تجمع بين السرعة والمهارة والانضباط التكتيكي. ابقوا معنا حتى النهاية، لأن الخطة التي سنكشفها قد تكون مفتاح عبور الخضر إلى الدور القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنقدم لكم التشكيلة القوية والمميزة القادرة على الفوز على منتخب سويسرا بنسبة كبيرة جدا، وليس هذا فقط، بل سنكشف أيضا الخطط التكتيكية التي قد تمنح المنتخب الوطني الأفضلية منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية. لذلك ابقوا معنا حتى النهاية، لأنكم ستنبهرون بالتشكيلة المحتملة التي قد يعتمد عليها فلاديمير بيتكوفيتش في هذه المواجهة المصيرية ضمن دور ال33 من كأس العالم. من المتوقع أن يعتمد المنتخب الجزائري على طريقة لعب 4-3-3، وهي الخطة التي تمنح التوازن بين الصلابة الدفاعية والسرعة في التحولات الهجومية. في حراسة المرمى سيكون زيدان، أما خط الدفاع فسيتكون من حجام في الجهة اليسرى والثنائي بن سبعيني وبلاعيد في قلب الدفاع، بينما يشغل سمير شرقي مركز الظهير الأيمن. وفي وسط الميدان سيكون ياسين تتراوي محور الارتكاز والمسؤول عن استرجاع الكرات وبداية بناء الهجمات، وأمامه الثنائي إبراهيم مازا وفارس شابي اللذان يمتلكان القدرة على صناعة اللعب واختراق دفاعات المنافس. أما في الخط الأمامي فيقود عادل بولامبينا الجبهة اليسرى بسرعته الكبيرة ومهاراته في المواجهات الفردية، بينما يتمركز رياض محرز في الجهة اليمنى بحرية كاملة لصناعة الفرص، ويقود أمين غويري خط الهجوم كرأس حربة متحرك يجيد إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص. لكن هل تكفي هذه التشكيلة لإسقاط سويسرا، أم أن السر الحقيقي يكمن في الخطط التكتيكية التي سيعتمدها بيتكوفيتش؟ تابعوا معنا، لأن ما سيأتي قد يغير نظرتكم للمباراة بالكامل. الخطط التكتيكية. بيتكوفيتش يعلم جيدا أن منتخب سويسرا يتميز بالتنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، لذلك من المتوقع أن يدخل المنتخب الجزائري بضغط عال منذ الدقائق الأولى لإجبار المنافس على ارتكاب الأخطاء وعدم منحه الوقت لبناء الهجمات. وعند امتلاك الكرة قد تتحول الخطة إلى 3-2-5، حيث يتقدم حجام باستمرار لدعم الهجوم وخلق زيادة عددية في الجهة اليسرى، بينما يتراجع سمير شرقي قليلا للحفاظ على التوازن الدفاعي والتصدي للهجمات المرتدة. وسيكون ياسين تتراوي حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم من خلال افتكاك الكرات وتوزيعها بسرعة نحو إبراهيم مازا وفارس شابي اللذان سيحاولان اختراق خطوط سويسرا بالتمريرات السريعة والعمودية. أما رياض محرز فسيحصل على حرية كبيرة في التحرك نحو العمق وصناعة اللعب، بينما سيتغل عادل بولامبينا سرعته في ضرب المساحات خلف الدفاع السويسري، مع تحرك أمين غويري باستمرار داخل منطقة الجزاء وخارجها لسحب المدافعين وفتح المساحات أمام زملائه مع استغلال أي فرصة للتسجيل. وإذا أعجبكم هذا التحليل حتى الآن، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، لأن دعمكم يساعدنا على تقديم المزيد من التحليلات الحصرية الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري. لكن يبقى السؤال الأهم: ما هي النقطة التي قد تحسم المباراة لصالح الجزائر في اللحظات الحاسمة؟ الإجابة في الفقرة الأخيرة. مفتاح الفوز الأول يتمثل في الانضباط الدفاعي وعدم منح لاعبي سويسرا أي مساحات بين الخطوط، لأن المنتخب السويسري يجيد استغلال أقل الأخطاء. أما المفتاح الثاني فهو سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهي نقطة قوة يمتلكها المنتخب الجزائري بفضل سرعة عادل بولبينا ومهارة رياض محرز وتحركات إبراهيم مازا وفارس شعبي، إضافة إلى الحس التهديفي الكبير الذي يتميز به أمين غويري داخل منطقة الجزاء. أما المفتاح الثالث فهو استغلال الكرات الثابتة، سواء الركلات الركنية أو الركلات الحرة القريبة من منطقة الجزاء، لأنها قد تكون السلاح الذي يحسم المباراة في لحظة واحدة أمام منتخب منظم مثل سويسرا.